السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جاء الطراب من قصة أخرى وهي كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثالث حول البقعة الأرضية المحتلة المتواجدة بالمراقبة المدنية بالشاوية الشمالية بطريق مديونة بولاية سيدي محمد بن عمر بدوار الدحامنة المسمى سابقا بأرض بوغليب وأرض المحرش، والتي يتواجد بها العديد من المحتلين، ومنهم ورثة السي أبي شعيب النسب بن حمان النسب مطراميين دوار فويلة في أرض بوغليب ومطراميين في أرض المحرش. جد هاد الورثة وهو أبي شعيب بن حمان بيع في سنة 1865. اش باقي الورثة ديالو كيديروا في أرض المحرش وأرض بوغليب؟ غادي نرجعوا لدوار الغناضرة الذين أقدموا على تسمية الأرض بالضايا. سمعونا الخوت مع اسم مختلط المتواجد بقبيلة الدحامنة، الذي يثبت بما لا يدع مجال الشك أنها تعود لنا إرثا، وأنه لم يسبق لأي وارث أن استقل بإرثه بشكل انفرادي، وحيث أن المسمون الغناضرة لا ينتمون للدحامنة التي توجد بها البقعة التي سموها بالضايا، مع العلم أنه اسم مختلط. هذا الاسم هما داروه، حدودها وهمية، وهي داخل أرض المحرش التي تثبت ما فيها لا يدع مجال للشك أنها تعود لنا شرعا وقانونا، كما سبق الإشارة لذلك وخلال وثائق الإرث، والذين يدلون هم بوثائق غير صحيحة ومزورة لكونهما لا ينتمون لقبيلة الدحامنة، وأن تواجدهم بمكان على سبيل الاحتلال والاستغلال، وأن ما أقدموا عليه يقع تحت دائرة ما نص عليه المشرع في الفصل 52 ميم قاء عين لام، مع منع التغيير تحت اصطلاح التدليس وجعله سببا من أسباب طلب إبطال الوثائق التي يدلون بها، لكون المساحة المشار إليها هي جزء ثابت لورثة الحاج الحارثي بن الدوح، مع الإشارة وأن المسمون الغناضرة لم يكونوا يوما ما ورثة دوار الدحامنة، لكونهما لا ينتمون إلى دوار الدحامنة ولاد سيدي محمد بن عمر، وأنهم ظلال الدولة المغربية التي كان عليها أن تقوم بالأمر بإنجاز لجنة التي كانت عليها أن تقوم بالأمر بإنجاز لجنة في الموضوع لمعاينة الأرض المحتلة من طرف المحتلين، وهم الغناضرة، وهم من قبيلة الغناضرة اللي في دكالة، ماشي هنا، ما كاينه غناضرة أخرى في دكالة. مع العلم ممنوع التفويت في الملك العائلي دوار الدحامنة، وهو اسمنا العائلي وهو الدوح. وهنا انتهى التقرير ديال وجع التراب. هنا كانت القصة الثالثة ديال وجع التراب. هنا كنوجهوا نداء للمسؤولين يجيو يديروا واحد اللجنة تراقب هاد الأراضي المزورة اللي مشات لورثة الحاج الحارثي بن الدوح رحمه الله. هادو استغلوا الأراضي وكيبيعوا فيها بالتزوير، هادو كيبيعوا الأراضي ديال بوسكورة بالتزوير. هنا كنوجهوا نداء لملك البلاد
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باش يدير واحد اللجنة. راه هاد الناس داو الأراضي ديال عباد الله وباعوها بالتزوير. معاكم محمد الجن، نخليكم مع نهاية الفيديو. هذه قصة توجع التراب ولدينا مزيد. الله، الوطن، الملك. إلى اللقاء.